حسب أصدقاء سعد المجرد أن القضاء الفرنسي قرر الخميس إطلاق سراح الفنان المغربي سعد المجرد بكفالة، وذلك بعد دخوله السجن لحوالي شهرين. وكانت محكمة الجنايات بباريس قضت في فبراير الماضي بسجن الفنان المغربي سعد المجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية. وكان الفنان المغربي سعد المجرد قد تقدم رسميا باستئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن 6 سنوات. وتعليقا على الحكم قال المحامي جان مارك فيديدا في لقاء مع برنامج صباح العربية: سنستمر في هذه المعركة لكي يخرج سعد من السجن ويتابع عمله الفني. وأضاف فيديدا أنه لا يمكن القول بأن الحكم الصادر في حق المعلم مبالغ فيه فقط، وإنما لا يتوافق أيضا مع حقيقة القضية، مشيرا إلى أن المحكمة قررت من خلال حكمها إعطاء الأفضلية لرواية السيدة لورا على حساب رواية المجرد في ظل غياب أي أدلة مادية حول ما حصل داخل الغرفة الفندقية. وأشار الدفاع المجرد إلى أنه على المستوى الشخصي يؤمن بأنه غير مذنب، مشددا على عدم وجود أي دليل مادي أو تقرير طبي يثبت صحة ادعاء المشتكية، في الوقت الذي أكد فيه خبراء عدم معاناة موكله من أي مرض نفسي، ونفي عائلته وأصدقائه بأنه شخص عنيف حسب تعبيره. نشرت ميمي بلو عبر حسابها الشخصي على انستغرام صورة تجمعها بالمعلم سعد المجرد، وعلقت: والعيد عيدين يا غالي، ألف الحمد لله.